سلام خوتي وخياتي، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يصيبكم بخير وبصحه جيده، واهلا وسهلا بكم في كوزينتي وايامكم دائما حلوه معايا. كما راكم تشوفوا اليوم راح نحضروا وصفه زلابيه البنان. وصفه ناجحه 100%، تجي مقرمشه من الفوقه وقلبها يجي طري ومعسل. مقادير مضبوطه جدا. اذا حبيتي تنجح لك الوصفه ما عليك غير تتفرجي الفيديو للاخير هكذا باش تنجحي في هذه الوصفه، وشوفوا كذلك كيفاش راهو معسل. بالنسبه للمتتبعين ديالي نقول لهم ربي يحفظكم، ان شاء الله دائما تكونوا مهنيين وبخير وبصحه وعافيه، ونشكركم على التعليقات الجميله اللي بها تشجعوني في المواصله باش نعطيكم وصفات ناجحين من اول تجربه ومقاديرها مضبوطه. وبالنسبه للمتتبعين الجدد لاول مره يزوروا القناه ديالي نقول لهم اهلا وسهلا لكم في كوزينتي، وايامكم ان شاء الله دائما حلوه معايا. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكذا باش يصلكم كل جديد. واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش الجيم او لايك باش تشجعوني في المواصله، بالطبع فضلا وليس امرا. اذا الحاجه الاولى اللي لازم نبداو فيها هي العسل هكذا باش نخلوها تبرد. بالنسبه للمقادير تاع العسل نحتاجو 3 كيلو تاع السكر، انا حندير كميه كبيره، وكذلك ريتله تاع الماء زائد كاس اللي يرفد 220 ملل، وثلاثه شرائح تاع الليمون كما راكي تشوفي، وثلاثه فصوص تاع الشب، يعني 3 حبات هكذايا، قيس كل حبه قيس حبه حميصه. يعني في كل كيلو حنديروا وحده تاع الشب قيس حبه حميصه وطرونش تاع الليمون. اذا نحط هذاك الماء وكذلك شرائح الليمون ما عدا الشب نخليه بجيه. اذا نخلط جيدا هكذا بالملعقه حتى نحس هذاك السكر دابنا هكذا باش ما يتغيرش اللون تاع الشربه تاع العسل عفوا تاعي، انا مانيش حبتها يعني تجيني اللون تاعها احمر. بعد ما ترفد الغليه الاولى نحسب عليها 5 دقائق ومن بعد نطفي عليها، يعني ما نزيدلهاش اكثر من 5 دقائق. من بعد نخليها بجيه بعد ما ترتاح. اذا هاوليك القوام تاعها بعد ما طابت، بعد ما ترتاح راح تعقد معنا، يعني هذه هي العسل تاع زلابيه. اذا هاوليك القوام تاعها بعد ما طاب كما راكي تشوفي راهو خفيف، بعد ما تبرد راح تجمد معنا. بالنسبه للمقادير تاع الزلابيه تاعنا نحتاجو 3 كيسان تاع الفارينه، الكاس هذا دائما اللي يرفد 220 ملل او الطحين الابيض، ونص كاس تاع سميد يكون رطب. اذا بالنسبه للكاس تاع الفارينه وكذلك نحتاج عفوا 2 كيسان تاع الماء، وكذلك 8 ملاعق كبيره تاع الماء، وملعقه كبيره تاع العسل، ونص كاس تاع زيت. من بعد نضيف عطر البنان، اذا ما حبيتيش عطر البنان تقدري تعوضيه بالقرفه او بلافاني، يعني كل وحده والذوق تاعها. بالنسبه للفارينه انا الكاس هذا رفد لي 130، ومن بعد زدت خبطته كما راكي تشوفي في الصوره هكذا. بعد ما حبط لي الفارينه زدت عمرته بالفارينه حتى تعمر لي تماما، يعني السطح مستوي دالي 150، يعني كل كاس 150. المقادير حتصيبوها في صندوق الوصف كما عودتكم دائما. اذا ناخذ نغيسيبيون نحط فيه نص كاس تاع السميد يكون متوسط والفارينه كذلك، وناخذ ملعقه تكون ممسوحه تاع الملح، يعني ماشي قصه، ملعقه صغيره تكون ممسوحه. نضيف عليها نص كاس تاع الزيت ونبسس مليح الفارينه تاعي هكذا باش نتحصلوا على زلابيه يعني تشرب لنا العسيله تاعنا للقلب. بهذه الطريقه شوفي كيفاش تبسس معنا، بهذه الطريقه الزلابيه تاعك حتجيك يعني مشربه للقلب. ناخذ كاسرونه ندير فيها 2 كيسان تاع الماء زائد 8 ملاعق كذلك، الكاس اللي يرفد 220 ملل، وكذلك نضيف لها العسل. بعد ذلك نحطها فوق النار غير تروح ترفد لي الغليه الاولى، نضيف عليها الفارينه. من بعد نضيف عليها ملعقه صغيره تاع عطر البنان ونخلط جيدا هكذا بملعقه تكون خشبيه هكذا باش تساعدك كما راكي تشوفي، يعني نخلطها حتى تنقص شويه هذيك السخانه اللي فيها. نضيف لها ملعقه صغيره تاع لافاني. بعد ما نحس نقصت هذيك السخانه فيها نحطها فوق طاوله العمل ونخلطها هكذا بيدي غير شويه تقريبا 2 دقائق لا اكثر، حتى هذيك الفارينه تتخلط مليحه مع هذوك السوائل وتحصلوا على عجينه تكون ملساء. اذا خلاص ما نضيف لهاش. اذا هاوليك القوام تاع العجينه تاعنا، شوفي العجينه تاعنا راهي ليس. اذا هاوليك نخليها بجيه. بالنسبه لابوش ما ننصحكش عفوا تستعملي هاد لابوش جوطاب لانها ماشي صحيحه، يعني بزاف فراجيل. استعملي هذه اللي تجي باللون الازرق. وبالنسبه للادو اذا كانت متوفره عندك هذه اللي تجي المسننه تاعها قريب احسن، واذا ما كانش متوفره عندك تقدري تستعملي هذه اللي جايه بنحاس ولا هذه تاع بلاستيك، يعني حاجه اللي كانت متوفره عندك. لابوش تاعك عفوا ما تعمريهاش مليح هكذا باش تساعدك في الخدمه. ونبدا نبوشي فوق سنيوه فيها ورق الزبده كما راكي تشوفي باش ما تلصقش معانا، ونبدا نبوشي هكذا يعني الطول اللي رانا حابينه، ونقطع بالموس ومن بعد نسقم غير هكذا بيدي باش نحصلوا على هذاك الشكل الدائري من الجناب. اذا حبيتي زلابيه تاعك رقيقه ومقرمشه بزاف، يعني تكون فيها الداخل فقط هذيك الطبقه تاع العجينه رقيقه،
يعني مشيها بهذه الطريقه. اما اذا حبيتيها خشينه مثل تاع المحلات يعني تقريبا بوشي في بلاصه وحده، يعني ما تجريش يدك هكذا باش تحصلي على زلابيه خشينه. اذا انا نكملهم كامل بهذه الطريقه ونخليهم يرتاحوا زوج سوايع حتى ل3 سوايع كما راكي تشوفي هكذا، باش كي نروح نقليها ما يتغيرش الشكل تاعها وما تتعوجليش في المقله. اذا نواصل نكملهم كامل هكذا ونخليهم زوج سوايع. اذا هاي ليك المقله تاعنا ديجا راني بديت نقلي باش نوري لكم فقط الزيت تاعكم بالنسبه للمبتدئات باش تعرفي راهي سخونه، ارمي شويه فقط، واذا طلعت هكذا للسطح يعني الزيت تاعك راهي سخونه. اذا نبدا نقلي الزلابيه تاعي، شوفي نرفدها بكل سهوله، يعني ما حاش يتغير الشكل تاعها لان خليتها ارتاحت. بالنسبه للزيت ما نديروش كميه كبيره، يعني قسمه تتغطى لنا فقط هذيك الزلابيه. لو كنديروا كميه كبيره كي نروحوا نحطوا الزلابيه تاعنا يعني ومن بعد تعوم الداخل كما يقولوا تتلاصق ما بيناتهم. لهذا قلت لك قسمه تتغطى فقط الزلابيه تاعنا، والزيت تاعنا تكون سخونه مليح. كي نحطوا الزلابيه تاعنا تكون سخونه مليح، بعد ما يبدا يتغير شويه اللون تاعها يعني يروح للاصفر، نقصوا الزيت تاعنا ونخلوها على نار متوسطه رايحه شويه القليله هكذا باش الزلابيه تاعنا طيب لنا من الداخل. لو كنديروها على زيت، لو كنطيبوها عفوا على زيت تكون قويه، الزلابيه تاعنا تتحمر من الفوق والداخل تقعد لنا خضراء. وملاحظه كذلك اذا قعد فيها هذا المكان يكون صفر كما راكي تشوفي مازال تزيدي لها حتى يتحمر هذاك المكان لو يبان لك صفر شويه باش نتاكدوا باللي الزلابيه تاعنا راهي طايبه لداخل. اذا خلاص انا تحمرت لي كامل، نحطها من الزيت مباشره للعسل، والعسل هذيك ما نضيف لها حتى حاجه. هاي لك شوفي كيفاش خدت اللون ذهبي، ونغطسها مليح في العسل وما نحيهاش من العسل حتى طيب لي الكميه الثانيه باش نحيها من العسل. نكمل كامل بهذه الطريقه بعد نعاود نولي لكم. اذا هاي لك الزلابيه تاعي بعد ما طابت، شوفي الشكل تاعها النهائي، شوفي كيفاش جاتنا محمره ومعسله. اذا هذه اللي درتها بهذاك لادوي اللي السنان تاعها متقاربين، وهذه اللي شكلتها بهذيك لادوي تاع النحاس. قلت لك اي قمع كان متوفر عندك تقدري تستعمليه. هذه درتها رقيقه، اما بالنسبه للثانيه درتها خشينه، يعني تاع المحلات كما نعرفوها تجينا خشينه. اذا حبيتي ديريها هكذا قلت لك يعني كي تبداي تبوشي هذيك العجينه ما تجريش يدك هكذا باش تتحصلي على زلابيه تكون خشينه. واذا حبيتي تكون مقرمشه كما راكي تشوفي طريه الداخل غير شويه ومن الفوق تجي مقرمشه، شوفي كيفاش راهي معسله يعني راهي مشربه للقلب. هاي ليك شوفي. بالنسبه للناس اللي يحبوا الزلابيه تاعهم بزاف مقرمشه، زلابيه البنان تجي بزاف مقرمشه والداخل طريه، بوشيها كما وريتها لك. اما اذا حبيتيها لداخل يعني تكون في هذيك الطبقه الداخلانيه خشينه يعني معسله كذلك، يعني من اللحمه مليح ومن الفوق مقرمشه، يحب زلابيه خشينه، كي تبداي تبوشي يعني تقريبا ديري في مكان واحد يعني ما تجريش يدك وتحصلي على زلابيه خشينه مثل تاع المحلات، يعني كل واحد والذوق تاعو. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. اذا عجبكم الوصفه ما تنساوش الجيم والاشتراك وفعل الجرس بالنسبه للمشتركين الجدد بالطبع فضلا وليس امرا. نخليكم في رعايه الله وحفظه مع وصفات اخرى في كوزينتي كوزينه احلى. والسلام.